سعد العشيرة هي قبيلة من قبائل العرب القحطانية، وعرفت باسم جدها سعد بن مذحج بن أد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلام بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وهو من أهل العصر الجاهلي. وعرف بسعد العشيرة لأنه طال عمره حتى بلغ أبناؤه وأحفاده 300 رجل، فكان إذا ركب فيهم سئل عنهم فيقول: هم عشيرتي مخافة الحسد. وقد ذكر ابن الأثير في كتابه منال الطالب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عمرو بن معد يكرب، وكان أنفذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد فتح القادسية، فراح عمر يسأله عن قبائل الجيش الفاتح فقال: ما قولك في علة بن جلد؟ قال عمرو: أولئك فوارس أعراضنا وشفاء أمراضنا وأقلنا هربا. قال عمر: فسعد العشيرة؟ قال: أعظمنا خميسا وأكبرنا رئيسا وأشدنا شريسا. قال ابن الأثير معلقا: يريد أن سعد العشيرة أكثر مذحج جيشا، وأكبرهم في الرياسة والتقدم، وأشدهم بأسا وشجاعة، فقد جمعوا بين الكثرة والرئاسة والشدة. ومن بطون سعد العشيرة بنو عائذ الله بن سعد العشيرة، ومنهم بنو مالك بن عبد مناه وبنو معاوية بن مافان. بنو الحكم بن سعد العشيرة، ومنهم بنو جشم وبنو سلهم وبنو أسلم. بنو زيد الله بن سعد العشيرة، ومنهم بنو عامر وبنو أشرس وبنو عوف وبنو الدائل. بنو الصعب بن سعد العشيرة، ومنهم بنو أود وبنو قتبة أبو زبيد الأكبر. بنو جعفة بن سعد العشيرة، ومنهم بنو مران وبنو حريم. بنو نمرة بن سعد العشيرة، ومنهم بنو الحدة وبنو سليم. بنو الحرب بن سعد العشيرة، ومنهم بنو الحمد وبنو العدل. بنو أنس الله بن سعد العشيرة، ومنهم بنو عبد العزيز وبنو الحارث. بنو هذان بن سعد العشيرة، بنو أوس الله بن سعد العشيرة. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.